هنتكلم على تاني مبدأ من مبادئ السوليد برينسيبل، وهو open closed principle. بيقول فيه ان الكود بتاعك لازم يكون open للاكستنشنز ولكنه closed للموديفيكيشن، يعني تقدر تزود عليه من غير ما تعدل. مبدأ غريب قوي، منين هقدر ازود بس من غير ما اعدل؟ خلونا ناخد المثال ده. تخيل لو انت عندك كلاس، الكلاس ده مسؤول على البرودكت، في كل الفانكشنز الخاصه باي برودكت عندك في السيستم بتاعك. في منهم فانكشن مسؤول عن حساب الضرايب بتاعه كل برودكت من البرودكتس دي. في الفانكشن دي انت بتبصلها التايب بتاع البرودكت، او على حسب التايب ده بتبدا تحسب الضرايب بتاعته. فلو في يوم من الايام احنا حبينا نزود تايب جديد، ففي الحاله دي هنضرب مفك في الفانكشن دي ونخش نزود كيس جديده علشان نحسب الضرايب بتاعه البرودكت الجديد او التايب الجديد ده. يبقى انت كده عدلت في الكود بتاعك. تخيل بقى لو الفانكشن دي هي بتعمل تاسك ثابته معينه، وانت بقى عندك اكتر من كلاس، كل تايب من البرودكتس بتوعك ليهم كلاس مختلف، والكلاس دوت بينهرت من الفانكشن الاصليه بتاعه التاكسي، وجه اتضاف عليك تايب جديد. ففي الحاله دي انت هتزود كلاس جديد، يبقى انت عملت اكستنشن للكود بتاعك، لكنك في نفس الوقت ما عملتش موديفيكيشن للفانكشن الاصليه اللي هي اوريدي كانت مكتوبه وكان معمول لها تيستنج قبل كده. كده يبقى انت طبقت مبدا الاوبن كلوز، ان الكود بتاعك يبقى open for extensions but closed for modification.